هسه احنا بموقع اخواننا الصابئة. نعم. بدهم احنا نقول. نعم. انا احب اعرف من خلالك كونك انت بالميسان متعايش بميسان، اريد اعرف شنو عاداتهم الصابئة. الصابئة احنا طبعا ما نعرف كل عاداتهم وتقاليدهم، لكن احنا نعرف انه وقت عندهم اوقات تكون طقوسهم بداخل الشط، ولهذا معبدهم يصير على جرف الشط. هم يمارسون طقوسهم وعاداتهم وتقاليدهم في اي وقت وبكل حرية في محافظة ميسان، وإلهم مكانة عندنا في محافظة ميسان. ليش؟ لأن هم يعتبرون من الأقليات بالمحافظة، فهنا احنا نحترمهم ونجلهم ونقدرهم في كل الأوقات. حلو. احنا طبعا انا اشوفهم انهم من يتزوجون اثنين لازم اثنينهم يكونون بالشط، يغطون بالشط. حلو. اكو عندهم ما اعرف هم شو يسموهم، شيوخهم ما يشربون ماي من الحنفيه، لازم ياخذون ماي الشط يصفونه، يعني عندهم كل حياتهم الشط. حلو. كل شيء مقدس هو الشط. حلو. احنا كنا محظوظين انه حضرنا اخواننا المسيحيين كانوا يمارسون هنا، كنا نتمنى انه نلاقيهم. والله هم مو بكل الاوقات، عندهم اوقات مخصصه للعباده بهاي انه نسوي فد شيء بسيط من طقوس. اكيد اليوم احنا نقول بالميسان وابن الانبار في منطقه وفي معبد الصابئة. اكيد. احنا خلينا حج هنا يكون غسلنا، يكون دعوة من عندك وسط اللهم احفظ هذا العراق وكان عندك يعني. اليوم من خلال معبد اسلام والصابئة والمسيح وهواي عندنا تركمان، هواي عندنا ديانات كلهم مقدسة. أكيد. وأكيد كل واحد بيهم عنده علاقة مع الله، بس الطرق مختلفة. أكيد. فنسأل الله أن يحفظ عراقنا الحبيب ويحفظ بلدنا ويحفظ محافظة ميسان وكل محافظات العراق. أكيد. هاي محافظة جميلة، اليوم نشاهد هذا الجمال بمحافظة ميسان، هاي الطبيعة والأجمل أخواننا الصابئة أكيد ما لقيناهم، ولكن اليوم احنا كنا بمكانهم مارسنا شيء بسيط من طقوسهم، وكانت دعوتنا أكيد هم كانوا من يمارسون أكو دعوة أمنية ببالهم. احنا أمنيتنا اللي بداخلنا كانت إنه رب العالمين يحفظ العراق، ودائما اليوم أنا أشوف أخوي حج مرتضى ويشوفني ونلتقي ببعض، وهاي الروح الجميله العراقيه اللي بيناتنا، انه ما اقول له انت منين ولا يقول لي انا منين، اهم شيء انه هو عراقي وانا عراقي، فاكيد ماكو تفرقه بين صابئي بين سني بين شيعي، كنا ان شاء الله واحد ورب العالمين يديم عراقنا. من المبادرات الجميله في محافظه ميسان اللي اريد انوه عليها، في وقت النزوح اخواننا من المناطق الغربيه. نعم. يعني شفت فد منظر ما أعرف بيش أوصفه، يا إحساس يشيله لما شفت أهالي محافظة ميسان بدوا يقسمون بيوتهم، يعني يحطون بردة بالنص ويقسمون نص لإخواننا النازحين ونص إلنا. والله فد منظر عجيب، يعني لا فكر أنه اليوم شنو اللي راح يصير، ولا فكر عائلته، ولا أهم شيء أنه شاف هذول أخوته لازم يعاوي. اكيد. انا دائما اقول صار دخول داعش للعراق، انا الصراحه هو اكيد سلبي، بس انا انه حصلنا شيء ايجابي من عنده، انه بينا انه العراق واحد اليوم بالميسان يحتضن الانبار بن كربلاء، كل العراق واحد بينا، فهنا انه اكيد العراق بين انه سند البعض. الحمد لله.